السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا بقى انا معاكم في توضيبات العيد وتجهيزات العيد، تنظيفات العيد. زي ما انتم شايفين كده المطبخ النهارده بقى يومنا في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده الدنيا مقلوبه. اي حاجه هشيلها من بره اروح جايباها على هنا، بحب اروقها بره اروح جايباها على هنا. تمام. بصوا بقى، انا اول حاجه عملتها كده ان انا غسلت المواعين. الطبق دوت لسه حاطينه دلوقتي اهو السكينه، هنغسلهم بردك عشان ما يبقاش في حاجه في الحوض. عندي الطبق كنت مطلعاهم، كان عندنا عزومه يعني، وغسلتهم ولسه هشيلهم تاني في النيش. انا بحب يعني في العزومات وكده اطلع الصينيه عشان بيبقى مدي منظر حلو وكده. وحاجه كمان عملتها ان انا غسلت الشباك دوت، شباك المطبخ غسلته كله ونضفته تمام. كده بقى فاضل لي بقيت بقى تنظيف المطبخ. طبعا دوت كان عسل اسود كنت مطلعاه دلوقتي، وده صابون، وده طبق برضو هيتغسل دلوقتي. يعني برضو ايه الحاجات اللي بعد ما غسلت المواعين كده عملنا مواعين تاني، فكده ايه هروقها. وهنا برضو فاضل ترويق البوتاجاز، برضو هنضفه كده، كل دوت عايز يتغسل. تمام. دولت حلتين نضاف مع المواعين اللي انا لسه غسلها من شويه. كل ده هيتغسل تمام، والرخامة دي كلها كده هتتنضف برضو، هتتروق، وكل اللي عليها هيتشال. تمام. ده كده البامبس بتاع مريم اللي جايبهولها. كل الحاجات اللي دي كلها كده محتاجة تتشال، محتاجة تتروق وتتنضف، والرخامة محتاجة تتغسل. طبعا شايفين الضرفة ديت اتكسرت عايزة تتصلح طبعا. لسه بقى هنشيل كل ده. تمام. عندي البتاع ده الصب ده باظ، مش راضي يشتغل دلوقتي، واللبن هشيله كل دوت هيتشال. بس خليكم بقى معايا، اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ويلا بينا نكمل. دي المطبخ بعد ما خلصناه. روقنا الحته اللي هي فوق الغساله دي كان عليها حاجات. هنا المواعين غسلناها برضو، المواعين التانية. عندي البوتاجاز برضو اهو خلصته، غسلته كله ونضفته تمام التمام كده. والرخامه كمان اهي ظبطتها كده وروقتها ونضفتها وكله تمام التمام. تمام كده. كده بقى النهارده احنا او دلوقتي يعني عملت المطبخ. طبعا انا عايزه اقول لكم انا مصدعه جدا اصلا، وواقفه بقى انا مصدعه خالص، مش قادره من الصداع. الظاهر كده ضغطي وطي من الحر، لان انا ضغطي بيوطى من الحر. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا المطبخ النهارده. دلوقتي بقى هنخش نروق كمان اوضه النوم. اهي اوضه النوم عايزه تتروق طبعا. آه هنشيل بقى كل الحاجات اللي في الارض، نص المشاية ديت، وهنشيلها المشاية دي هنشيلها، وهنروق بقى كل دوت، ونطبق المفرش اللي هناك دوت. احنا بنضغط بيه بالليل لان بالليل الجو بيسقع شوية، هنطبقه برضو دلوقتي. يعني ايه، دي تعتبر الستاير اللي لسه ما اتشالتش، هي لحد دلوقتي اللي انا لسه ما شلتهاش، اللي هي بتاعت التاج، والبتاعه بتاعته ديت اتكسرت، كل ما اصلحها ترجع تتكسر. معرفش هي مستقصداني ليه بصراحه. والستاره اللي من فوق ديت اللي هي البلتكانه ديت برضه عايزه تتشال كلها، مع اني والله يعني اتغسلت ساعه العيد، وبنفضها على طول ساعه العيد الصغير، وبنفضها على طول. اصلا هنا من عندي مفيش يعني المنور، بص مفتوح حته بس من فوق، علشان هو المنور هنا صغنن جدا، فكمان مش اللي هو اللي بيدخل تراب قوي. بس برضو زي ما قلت لكم قبل كده، عفرت الدقيق بتاعه الفرن اللي تحت مع اليومين اللي كانوا تراب قوي دولت بهدلوا الصراحه. الستاير كلها محتاجه تشيل ومحتاجه ان هي تتغسل. فدلوقتي بقى انا هروق الاوضه هنا، ولو قدرت اشيل الستاير هشيلها دلوقتي، مقدرتش لان انا بصراحه مصدعه جدا مش قادره ان انا اشيلها. يلا بينا نكمل. وادي اوضه النوم بعد ما اتروقت وكنست الارض ومسحتها اهو. ماشي. الصراحه ما قدرتش ان انا اعمل الستاير لان انا الصداع نزل على عيني، انا ما قدرتش بصراحه ان انا ارفع عيني لفوق اساسا يعني. فانا كده روقت هنا، روقت اوضه النوم. ممكن على بالليل ولا حاجه ان شاء الله كده الجو يهدي، اعرف ان انا اخد برشام الصداع ولا حاجه، ممكن ايه ابقى اشيلهم وكده.
آه انا دلوقتي خلصت بقى اوضه النوم والمطبخ يعني. تجهيزات العيد والكلام ده، شايله الفرش بقالي كتير، وشايله الستاير اللي بره كلها زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات. شلت الستاير بتاعت الصاله وبتاعت اوضه الاطفال وكل حاجه، والسجاد كله شايلاه، بفرش بس الحافظات اللي هي بسهوله ان هي تشال، ايه، تتحط تفصل وبس، وايه، وتتشال على طول. دلوقتي بقى هنروح على اوضه الاطفال لان هي محتاجه تتروق برضو، كروتين عادي برضو، مش عشان العيد والكلام ده. يلا بقى بينا نروح نشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. وادي اوضه الاطفال، بصوا المنظر، بصوا عاملينها ازاي، بصوا احبابه اللي عاملين ايه في الاوضه، بصوا يعني ده يرضي ربنا ده. بصوا بصوا، ما بيخشوا يلعبوا فيها، ما بيلعبوش هم، بيبوظوا الأوضة أساسا. هنلم بقى الدنيا دي كلها برضو نفس الحكاية، وهنروق هنا وهننضف كده كل ده. انا هنا انا مش شايله السجاد بتاع الاوضه ديت، لان هي اولا يعني الولاد لو لعبوا فيها مش الهرك اللي هو، هي اللعب بتاعتهم بس هي اللي بتبقى مبهدله الدنيا. مثلا لو قطعوا ورق ولا حاجه، ممكن الورق الكلام ده، لكن مش الحاجه اللي هي توسخ السجاد. وكمان عشان لما يخشوا يلعبوا فيها ما يبقوش قاعدين ايه على السيراميك. تمام. ف وكمان عشان لو حد من العيال وقع ولا حاجه، السيراميك برضو ايه، هيبقى قاسي عليه، فالسجاده هتحوش شويه يعني. احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنلم كل دوت كده، وهنروق الدنيا كده، وهنشد المرايات، وهنشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا نكمل. ودي اوضه الاطفال بعد ما خلصناها، روقناها ونضفناها اهي. بصوا بقت عامله ازاي، بصوا دي حاجه تانية خالص بقى، يعني اللي فات حماده ودلوقتي حماده تاني خالص. بصوا بقى، شلنا كان هنا في اطباق بلاستيك شلناها. طبعا ظبطنا المرايات زي ما انتم شايفين كده، كنست الارض. شلت اللعب اللي كانت في الارض كلها. حطيت بس الحاجات اللعب اللي هي الحلوه ديت، بس هي اللي حطيتها هنا. اللعب بقى اللي بتبقى كبيره والكلام ده شلتها في الضرفه دي. وكنست بقى هنا ونضفت هنا كله اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. دلوقتي بقى احنا كده خلصنا اوضه الاطفال، تعالوا بقى نروح للصاله كده. بصوا بصوا بقى الصاله، بصوا. يعني هي عايزه تتروق على بيت كده. الطبق دوت كانوا لسه راقد بياكلوا فيه بردك، هشيله. ودولت كوبايتين اهم، كوبايتين كانوا بيشربوا فيهم لبن دلوقتي. الارض عايزه تتكنس هنا. وده غسيل عايز يتنشر، ده غسيل عايز يتنشر، وفي غسيل على الحبل عايز يتلم ويتطبق. وطبعا ديت الحافظه اللي غسلاها في الغساله، نشفت خلاص، برضو هشيلها دلوقتي وهطبقها. تمام. هنخلص بقى الصاله هنا، وهوريكم شكلها بعد ما اخلصها. هنشوف بقى يبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى، ده الغسيل اللي اتلم وهيتطبق. تمام. ده الغسيل اللي عايز يتنشر. احنا دلوقتي لمينا ده وخلصنا خلاص، لسه هنطبقه دلوقتي، بس قبل ما نطبقه هننشر دوت الاول. تمام. يلا بقى بينا نكمل بقى الغسيل بعد ما طبقته. بصوا، في جزء كان بتاع هدوم اوضه الاطفال، يعني بتاع الولاد وكده، وديته في الدولاب بتاع اوضتهم، ودوت باقي الغسيل. دي واحده من البياضات، ودوت بقى ايه بقيه الهدوم بتاعتنا وديت الفوط. فده بقيه الغسيل اللي المفروض هيجي هنا في اوضه النوم. الجزء اللي المفروض يتحط في اوضه الاطفال وديته الاول، لان هي اوضه الاطفال هي القريبه من البلكونه، فانا وديته الغسيل هناك الاول. وده اللي اتبقى. تمام. كده بقى اكون خلصت النهارده الروتين بتاعي. استنوني بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله، عشان تشوفوا كل جديد وكل الوصفات الحلوه الجديده اللي هنعملها ان شاء الله للعيد. خلاص العيد كلها 5 ايام ان شاء الله، يوم الاربعاء باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. وان شاء الله كده السنين الجايه كلها تبقى ايام حلوه كلها علينا وعليكم باذن الله. وربنا يبلغنا الاعياد كلها بخير وصحه وسعاده يا رب. ودلوقتي بقى اقول لكم مع السلامه، بس قبل ما اقول لكم مع السلامه، لو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. ودلوقتي بقى اقول لكم مع السلامه.